في الأيام الأخيرة بدأ اسم جديد يتردد بقوة بين جماهير الكرة الجزائرية، إنه اللاعب الشاب فارس غجامس. فمن هو هذا اللاعب؟ ولماذا يتحدث عنه الجميع؟ فارس غجامس هو لاعب كرة قدم من أصول جزائرية، ولد في فرنسا سنة 2002 ويبلغ من العمر حوالي 22 عاما. يلعب في مركز الجناح ويتميز بالسرعة الكبيرة والمهارات الفردية التي تسمح له بصناعة الفرص وخلق الخطورة على دفاعات الخصوم. حاليا ينشط غجامس مع نادي فروسينون كالسيو الإيطالي، وهو ناد معروف بتطوير اللاعبين الشباب وإعطائهم الفرصة لإظهار إمكانياتهم في المنافسات الأوروبية. وخلال هذا الموسم استطاع اللاعب أن يلفت الأنظار بأدائه الجيد مع فريقه، حيث أظهر قدرة على المراوغة والاختراق من الأطراف، إضافة إلى مساهمته في الهجمات وصناعة الفرص. هذه المستويات الجيدة جعلت اسمه يدخل دائرة اهتمام المنتخب الجزائري، خاصة أن الخضر يبحثون دائما عن لاعبين شباب قادرين على إضافة السرعة والحيوية في الخط الهجومي. الجماهير الجزائرية بدورها بدأت تتساءل: هل سيكون فارس غجامس أحد الوجوه الجديدة التي سنراها قريبا بقميص الخضر؟ ورغم انتشار الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الاستدعاء الرسمي يبقى دائما بيد مدرب المنتخب، الذي يختار اللاعبين حسب احتياجات الفريق ومستواهم في الأندية. لكن الشيء المؤكد هو أن وجود لاعب شاب من أصول جزائرية يتألق في أوروبا يبقى خبرا جيدا لمستقبل الكرة الجزائرية. فهل سنرى قريبا فارس غجامس يحمل قميص الخضر ويقدم الإضافة للمنتخب؟ شاركنا رأيك في التعليقات.